أهلا بكم طلاب الصف الأول الإعدادي. معادنا مع الجزء السادس والأخير في المراجعة النهائية الترم الأول إنجليزي المنهج الجديد، وهنتكلم في الجزء ده عن كتابة الباراجراف. طبعا الباراجراف بتاعنا بيتكون من حوالي 80 كلمة تقريبا، وده بيكون في أحد الموضوعات اللي أنت درستها في الترم الأول، والدرجات بتاعته بتبقى على إيه؟ أول حاجة تنظيم الأفكار وترابط الافكار، الكلمات اللي انت تستخدمها، علامات الترقيم، الفول ستوب، الكوما، الابوستروفي، والقواعد البرونسيشن نفسها، والقواعد الاملاء كلها في العموم. يعني انت تكتب جمله، اكتب جمله قصيره وما تطولش فيها، وفي نفس الوقت تتاكد ان السبيلنج بتاعتك مظبوط وتحط علامات الترقيم مظبوطه. تمام. طيب تعالى ناخد مع بعض حوالي عندنا كام موضوع هنا هنتكلم عن مواضيع المنهج كلها اللي احنا قلناها، حوالي 10 توبكس. ال 10 توبكس دول طبعا تقريبا ما بيخرجش منهم الامتحان. تعالوا نشوف مع بعض. نمبر 1 your favorite hobbies. write a paragraph of 80 words about your favorite hobby. هواياتك المفضله. طبعا ممكن نقول ايه؟ طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا اخر كل جمله فول ستوب، ومهم جدا ان احنا نعملها كده اهو. جمل قصيره خالص، اخر كل جمله فول ستوب، ما اطولش في الجمله كتير، جمل قصيره واحاول ارتب الافكار بتاعتي. يعني انا قبل ما اكتب الباراجراف المفروض ان اقول ان انا اتكلم عن كذا وكذا وكذا وكذا. طب الفيفوريت هوبي طبعا هتقول ايه؟ هتقول ان انا مثلا عندي طبعا هوبيز كتيره، زي مثلا كذا وكذا وكذا، وانا بحب كذا، وفايدتها بالنسبه لي كذا، بتديني كذا. طبعا ممكن تتكلم ان انت نفسك ان انت تحصل على كده، على حاجه معينه. تقدر تتكلم تقول ان انا عايز بستخدم الانترنت في كذا، طبعا فايده الانترنت بالنسبه لك ايه، وهكذا الحاجات دي كلها. تعال نشوف مع بعض. everyone has their favorite hobbies، واحط فول ستوب. بعد كده نبدا جمله جديده. I have many hobbies فول ستوب. The most important hobbies for me are reading and using the internet. Full stop. I like reading very much. Full stop. Reading helps me to get useful information about anything I want. I spend many hours reading. When I have enough money, I buy a new book. My second hobby is using the internet. I think the internet is one of the most important inventions. I use it to many things. I used to communicate with my friends online. I used to do research for my school. I advise everyone to have a hobby to enjoy life. طبعا زي ما انتم شايفين كده كلمات منسقة، جمل منسقة ورا بعضها، في فول ستوب اخر في كل جملة. بتتكون من افكار معينة، ما تبقاش داخلة ببعضها كلها. احاول ارتب الافكار بتاعتي واستخدم سبيلنج مظبوط. تاني باراجراف معانا. a person you admire in your family. تختار شخصية من عيلتك عشان تتكلم عنها، وهتقول مميزاته ايه وبيعمل ايه وفايدته ايه والكلام ده كله. فبتذكر المميزات بتاعته يعني. The person I admire in my family is my grandfather. He was born in 1940. He worked as a doctor. بص بتقول ان هو عنده كام سنة، بيشتغل فين. He worked in a big hospital. All people there liked him because he was kind and helpful. قلت الصفات الشخصية بتاعته اهو. I admire him because he did volunteer work and helped people for no money. I like him because he gave me many presents and helped me a lot. He used to help the poor and give them money. He always advised me to help people all the time. When he died last year, people were all sad. He left all his money for poor people and asked us to build a hospital for them. تمام. هذا كده في مثلا باراجراف عن your typical school day. هتقول ايه اللي بيحصل معاك في اليوم الدراسي. بتصحى الساعة كام، بتعمل ايه، بعد كده تروح المدرسة، بتاخد ايه المواد اللي انت بتاخدها،
بتاخد البريك الساعه كام، بتخلص وتمشي الساعه كام، بتوصل للبيت امتى. كل الحاجات دي بتتكلم عن typical school day. I have a typical school day. I always get up at 6 o'clock. Full stop. I wash and pray. Full stop. I have breakfast with my family. Full stop. My father drives me to school because it is far away from our house. Full stop. The roads are always busy and full of cars. Full stop. I arrived there nearly on time. Our lessons started at 8 o'clock. We have six lessons a day. We have Arabic, English and science. نلاحظ ان احنا في لما بنيجي نعمل لستة، بص لما نيجي نعمل لستة بحاجة يا جماعة، ادي Arabic كوما English، اخر كلمة هي اللي احط قبلها and. لكن انا قلت مثلا Arabic, English, Social Studies and Math، تمام؟ فهنا بعمل الليسته بعد كل كلمه بحط كوما، قبل اخر كلمه بحط اند. مهم جدا الحاجات دي. ما ينفعش اقول ايه we have Arabic and English and science and math and social studies، ما ينفعش اند دي كلها. انا بحط كوما بدل اند، وفي قبل اخر كلمه بحط اند. طيب after the break اهو after the break، وعايز اكمل الجمله حطيت كوما. after the break we have math اهو بص history and BE physical. My school day finishes at 8 o'clock. To stop I return home and I do my homework in the evening. بس ده typical ايه typical school days. في موضوع تاني طبعا زي your best friend، هتكلم عن your best friend، وادي طبعا الباراجراف عنه بيتكلم اسمه ايه، عنده كام سنه، طبعا بيروح المدرسه، طبعا هو مثلا ممكن تقول هي جود ات ماس، يعني الماده اللي شاطر فيها، عنده شكله عامل ازاي، طويل ولا قصير، has good glasses or not، الحاجات دي كده. طبعا ممكن تقول ان هو صفاته ايه، he is very kind and helpful، وتشرح شويه حاجات عنه بمنتهى البساطه، ترتب الافكار بتاعتك اللي انت هتكتبها قبل ما تبتدي تكتب الباراجراف. باراجراف عن محمد صلاح، طبعا انت عليك في الموضوع بتاع محمد صلاح درسته، موجود. هتكلم عن ان هو اشهر لاعب في العالم، وان هو طبعا جود ات سكورينج جولز، وان هو فاست رانر، وكمان محمد صلاح شكله طبعا كويس شورت، طوله قد ايه تقريبا. ممكن تقول مثلا عن صفاته he is very kind, he give money to build schools او to help people، والكلام ده كله. موضوع اساس معانا how to be a safe on internet. how to be safe on internet ده مهم جدا. هتتكلم برضو عن ان انت ازاي ان انت ما تديش الباسورد بتاعك لحد، وان انت don't make friends with people you don't know. if you have a problem you should ask your parents or teacher. You shouldn't answer phone call or video call from someone you don't know. You must keep your password secret، وهكذا الحاجات دي كلها. 7 في عندنا your favorite meal. اتكلم عن الفيفوريت ميل بتاعتك والانجريدينتس بتاعتها ايه، مثلا زي الكشري والانجريدينتس بتاعته رايس وباستا وتوميتوز، وليه انت بتحبها. وكمان تتكلم عن ان انت مثلا عملت انت واصدقائك مثلا مع بعض الحاجه دي، بتشرحها بالتفصيل، وادي ده اكزامبل عليه موجود. نمبر 8 your favorite character in a book. شخصيه مفضله عندك قريتها في كتاب مثلا. تتكلم مثلا عن أليس الادفنتشرز اللي انت خدتها، وتتكلم عن بعض الاشياء اللي انت عايز تتكلم عليها. هيلث فود طبعا عند هيلث فود، الطعام الصحي والغير صحي. بتتكلم we should drink healthy food, should eat and drink healthy food, we shouldn't eat unhealthy food. وتقول الهيلث فود اللي المفروض اكلها والانهيلث فود المفروض ما اكلهاش. ده طبعا اكزامبل تقدر تبدع من عندك. طبعا ما ينفعش ان انت تحفظ الكلام ده بالظبط تيبيكال، لكن تحاول تبدع وتختار على قد ما تقدر تستفاد من الباراجراف ده. The recipe of the Egyptian rice pudding. طبعا الريسيبي الوصفه بتاعت الرايس بادنج.
Rice pudding is a delicious food that all people like to eat. To make this meal, we need some ingredients. We need rice, water, milk, some raisins, nuts, and cinnamon. To cook this, we put the rice and water in a saucepan. After that, we boil this for 20 minutes. We should add milky slowly as we stir. Then we add sugar and stir again. Finally, we put it into bowls and add raisins, cinnamon, and nuts on the top. وبكده نكون خدنا 10 مواضيع عن الباراجراف. تقدر تحمل المذكرة دي من الرابط تحت الفيديو. وبكده احنا خلصنا الفاينل ريفيجن. انتظرونا في التستس، هنعمل فيديو ونحل فيه كام امتحان مهمين جدا على المنهج بالكامل. اتمنى لكم كل التوفيق، ولو اي سؤال تحت امركم في الكومنتس. تقدروا تتابعونا على الواتساب، على الفيسبوك، على تليجرام، وهنا على اليوتيوب. اتمنى لكم كل التوفيق. باي باي.